وصفتي ليكم النهاردة إن شاء الله هنفرز مع بعض الكرنب، وكمان هنعمل مع بعض ورق الخاص من المحاشي الحلوة جدا. ورق الخاص وكمان يعني مش مكلف خالص وطعمه حلو جدا، لو جربتيه إن شاء الله هيعجبك جدا وهتعتمديه على طول وتستخدميه على طول. كل اللي انت هتعمليه كل ما تجيبي خاص هتشيلي الجزء كده اللي هو بيبقى فيه الورق، وبعد كده هتشوفي معايا هنفرزه ازاي. يلا بينا كده نسمي الله ونبدأ الفيديو بتاعنا. اول حاجة هنجيب الكرنب بتاعنا كده وهنبتدي نقطع الراس بتاعته داير ما يدور كده بالسكينة. حاولي كده تطلعي الراس كاملة، او لو كمان لو ما طلعتش معاكي شيلي الراس وبعد كده تعالي كده بالسكينة واعملي كده داير ما يدور برضو جوه الكرنب علشان تطلعي قلب الكرنباية اللي هي البطاية الصغيرة اللي بتبقى جوه الكرنباية. هتطلعيها كده بس كده. لو في اي ورق صغير من الكرنب شيليه وبس كده. كل اللي انت هتعمليه تبتدي تفرغي ورقة ورقة يعني وتسلقيها. لو الحلة عندك كبيرة والكرنب عندك يعني تنفع تدخل جوه الحلة، انا هسلق كده الكرنب بتاعي لان حجمه مش كبير وكمان حلتي كبيرة. عندنا مية مغلية على النار هنحط فيها معلقة من السكر، معلقة من الملح، وكمان معلقة من معلقة من الكمون، يا اما المطحون او كده المجروش يعني. كل اللي انت هتحطي كل المكونات بتاعتك السكر والكمون والملح على على المية اللي بتغلي، وتنزلي بقى بالكرنباية كده وتبتدي تسلقيها او تسلقي ورقة ورقة. خلاص انا الكرنب بتاعي دي يعني عندي 2 من الكرنب هسلقهم كده زي ما هم. انا شلت الغلاف الورق الاخضر ده وبعد كده سلقت الكرومبة وفي الاخر حطيت الورق الاخضر. انا ما برمهوش زي ما احنا متفقين ان احنا بنعمله فرشة كده في في الحلة من تحت، او ممكن عادي تحشيه عادي بيبقى طعمه حلو جدا. خلاص كده هتنزلي الكرنب بتاعك في المية نص دقيقة على الناحية دي ونص دقيقة على الناحية التانية، وكده الكرنب بتاعك اتسلق. طلعيه كده على مصفى يبرد، او ممكن تديله كده شطفة كده تحت المية وبعد كده تصفيه وتبتدي تقطعيه. خلاص كده مفيش اسهل من كده. الكرنب ما تخافيش جربيه، مفيش اسهل من ان انت تسلقي الكرنب. خلاص خلصت كل كمية الكرنب بتاعتي. تعالي بقى الورق الخاص. انا كل اللي انا عملته جبت ورق الخاص، شيلت الورق بس من العنقود بتاع الخاص، وبعد كده غسلته كويس جدا ونزلت في نفس المية بتاعت سلق الكرنب. بس انا كل اللي انا عملته جبت المصفى كده صغيرة ولميت بقى لو في اي يعني فتافيت كده من الكرنب او ورق كرنب واقع شيلته، وبعد كده نزلت بورق الخاص في المية المغلية. بصي ثواني غلوة واحدة وتشيليه لان هو مش هيستحمل. ورق الخاص هو ضعيف جدا مش هيستحمل، اوعي تسيبيه علشان ما يتهريش. هي بس اول ما تنزليه كده اقلبيه بس قلبة واحدة كده على طول وطلعي حطي تحت المية الباردة، وبعد كده حطيه في مصفى يتصفى من المية بتاعته. وتعالي بقى نشوف احنا دلوقتي هنقطع الكرنب ازاي. هنجيب كده كل ورقة من الكرنب وهنشيل فيها العنقود الاخضر بتاعها ده او العروق الخضراء اللي بتبقى جامدة دي في في الكرنباية. هتشيلي العروق الخضراء وبعد كده تبتدي تقطعي الكرنب بتاعك على حسب الورقة 3 قطع 4 قطع على حسب بالتساوي. يعني انت هتشيلي العود الاخضر ده اهو، وبعد كده تلفي رول تلفيه كده زي ما انت شايفة، وبعد كده هتيجي عند اول جزء تقطعي، وبعد كده بقى تقيسي بقى كل الورق بتاعك يبقى قد بعضه. مفيش اسهل من كده. اهو شيلي الجزء اللي هو بيبقى جامد ده وبعد كده لفيه زي ما هو، وبعد كده قطعيه بقى 3 قطع او 4 قطع زي ما اتفقنا. انا بلفه رول علشان انا بشيله كده، مش بقطع ورقة ورقة واحطهم فوق بعض. ده بيسهل عليا لما اجي احشي ما بيهدرش معاكي ورق، وكمان بيخلي اللفة بتاعتك تبقى كويسة. مفيش اسهل من كده. كل اللي انت هتعمليه هتفردي كده الرول بتاعك على ايدك وتحشي وتلفي الصباع كويس أوي وتقطعي. ده يسهل على الناس اللي يعني اللي مش بيعرفوا يلفوا الورق الكرنب كويس، ده يخلي الورقة كبيرة كده معاكي وتقدري تتحكمي فيها. طب لو انت مش عايزة تقطعي على بلانشة زي ما وريتك كده ممكن بالسكينة وتشيلي برضو العروق الخضرا دي وتقطعيها زي ما انت عايزة. اهو بوريكي ده الرول اهو، هتفرديه على ايديكي تلفي الصباع تحشيه بالرز وتقطعي. ده هيسهل عليكي ان انتي تقدري تتحكمي في حجم الصباع بتاعك وتقفليه كويس جدا. خلاص كده انا قطعت كلهم وحطيتهم برضو على المصفى علشان لو لسه فيهم مية صفوا معايا. وتجيبي بقى الاكياس بتاعتك العلب اللي انتي حابة تحفظي بيها
وتقسّمي بقى الكرنب بتاعِك على حسب الأكلة بتاعتِك، يعني أنتِ مثلًا تشوفي مقدار الحلة اللي أنتِ هتعمليها وتشيلي ورق الكرنب على حسب عدد أفراد الأسرة يعني أنتِ هتعملي قد إيه حلة، خلاص كده؟ يعني أنتِ ممكن الكرنباية اللي إحنا عاملينها دي تقسّميها على مرتين، خلاص كده؟ يبقى لو عندِك كرنبتين هتقسّميهم على 4 أكياس، أنتِ لو عدد أفراد أسرة صغيرة ممكن تقسّميهم على 5 أكياس، 6 أكياس، على حسب كل مرة حابة تعملي قد إيه. خلاص أنا رصيت كل ورق الكرنب بتاعي في العلب، تعالوا بقى ورق الخاص كل اللي أنا عملته بعد ما اتصفّى معايا ابتديت أفرد ورقة، ورقة كده على طبق علشان يبقى مفرود معايا وما يتهريش معايا في الفريزر. خلاص فردت كل ورق الخاص كده بالمنظر اللي أنتم شايفينه ده لو عملتيه تحفة بجد. ورق الخاص طعمه جميل جدًا، مختلف جدًا عن ورق العنب، وكمان طعمه حلو جدًا، أحلى كمان من الكرنب. جربوه إن شاء الله هيعجبكم، ولو عجبكم وصفتي ما تنسوش بقى اللايك والشير.